ومع إن الوحيد اللي مستفيد إمتى؟ إلا إن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلفنا بالعبادة في القرآن كانت الآيات بتنزل على قلوبنا مفترض إن هي أكنها بتطبطب عليك كده بتقول لك ما تقلقش العبادة سهلة والعبادة يسيرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى أصلا مش هيكلفك أكتر من وسعك أكتر من طاقتك. فأنت لازم تبقى فاهم إن العبادة والشغل بتاعك عند ربنا سبحانه وتعالى سهل. بس انت بالله عليك تفكر شويه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصلاه فرض علينا 5 صلوات بس في اليوم والليله، مع انهم باجر 50 لان هو اول ما اتفرضوا اصلا اتفرضوا 50، بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفع لينا عند ربنا سبحانه وتعالى فنزلوا من 50 ل5 والاجر اجر 50. لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام احنا بنصوم شهر واحد بس في السنه وما بناكلش من الفجر للمغرب. لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الزكاة انت بتدفع 2.5% ومش في الشهر في السنة، كان ممكن يبقى اكتر من كده بكتير. انما شرع ربنا سبحانه وتعالى يسير. لما ربنا امرنا بالتوبة امرنا ان احنا نتراجع عن اي عمل مخالف لدينه او هو نهى عنه احنا بنتراجع والموضوع ما بينتهيش. ده ربنا سبحانه وتعالى كريم. كل المخالفات اللي احنا كنا عايشين فيها لو كنا بجد تبنا لله عز وجل توبة نصوحة بتتحول من سيئات لحسنات. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الناس إن هم يدخلوا دين وعمل عظيم وكبير قوي، ومع إنه عمل عظيم وكبير قوي إلا إن أنت بتعمله ببساطة جدا. بتقول كلمة بقلبك وبلسانك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو عملت كده تبقى عملت عمل عظيم قوي، تبقى بقيت مسلم. شرع ربنا سبحانه وتعالى جميل وسهل، وربنا سبحانه وتعالى بييسر علينا الطاعة واحنا بس اللي هنستفيد. بالله عليك امشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بالله عليكي امشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي دي بجد الحياة الحقيقية اللي احنا نسعد بيها في الدنيا ونسعد بيها كمان في الآخرة.